السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وفي صحة دايما. النهارده هعمل لكم وصفة بسكوت ترجعكم لأيام الطفولة وذكريات زمان. هنعمل بسكوت بيمبو نفس الطعم الأصلي المقرمش اللي كنا بناكله واحنا صغيرين. بس الأول عايزاكم تعملوا لايكات كتير للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من الناس. هنسمي الله ويلا بينا نبدأ على طول. دي كل المقادير اللي أنا هحتاجها النهارده. أول حاجة عندي كوباية من الزبدة اللينة بدرجة حرارة المطبخ، والبديل ليها كوباية من السمنة الساقعة. كمان عندي 125 جرام من السكر بودر فيما يعادل كوباية الا ربع. هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف عشان لو حابين ترجعوا للوصفة. كمان هحتاج ربع كوباية من الزيت، واختياري معلقتين كبار مليانين من العسل الأسمر، بيدي البسكوت لون وطعم حلو قوي. البديل ليه كيس من العسل اللي بيبقى موجود مع الكريم كراميل الجاهز. عندي كمان بيضاية بدرجة حرارة المطبخ. بالنسبة للدقيق عندي 375 جرام من الدقيق فيما يعادل 3 كوبايات الا ربع. الدقيق اللي انا استخدمته كان متعدد الاستخدامات. ومعلقة صغيرة من الفانيليا ورشة صغيرة من القرفة. لو مش عايزين تحطوها بلاش، ولو بتحبوا طعم القرفة في الحاجة حطوا معلقة صغيرة ممسوحة. طبق كبير وهبدأ أخلط المكونات مع بعضها. أول حاجة نزلت بكوباية الزبدة اللينة وعليها كوباية الا ربع من السكر البودر ومعلقتين العسل الأسمر. زي ما قلت لكم ممكن تستغنوا عنه لو مش متوفر عندكم، أو تستبدلوه بكيس العسل اللي بيبقى موجود مع الكريم كراميل. هبدأ أخلط كل المكونات دي مع بعضها الأول بالمضرب. هنضرب كويس جدا لحد ما الزبدة تتحول للون الأبيض الفاتح. مش عايزة القوام بتاعي يكون تقيل كده، لازم نوصل للقوام ده، قوام كريمي ناعم. كمان لونها بقى فاتح قوي. واول ما توصلوا لدرجة اللون دي والقوام الكريمي يبقى بالشكل ده، سواء استخدمتوا زبدة او سمنة ساقعة، على طول هتوقفوا ضرب بالمضرب وهتضيفوا باقي المكونات. هنحط رشة القرفة الاختياري، كمان ربع كوباية الزيت. هشغل المضرب من تاني كده وهضربهم بس ضربتين، يدوب الزيت يختفي وما يبقاش ليه اي اثر. نزلت عليهم بالبيضة بدرجة حرارة المطبخ ومعلقة الفانيليا الصغيرة. يفضل كمان تستخدموا فانيليا بودر، بلاش فانيليا سايلة لان بتبقى الريحة بتاعتها قوية قوي فممكن تغير من طعم البسكوت. هرجع من تاني شغل المضرب لحد ما البيضة تختفي خالص وما يبقاش ليها اي اثر. وبس كده بسباتيولا بقى، ونبدأ ناخد كده للجوانب لان بيبقى فيها زبدة، فاحنا محتاجين كل المقدار من الزبدة علشان ما يبقاش فيه خلل في المقادير. بعدين هنزل بالمواد الجافة. نزلت بالدقيق شوية بشوية وببدأ ان انا نخله. كل وصفة بسكوت بعملها دايما معاكم بأكد فيها على حتة ان احنا مش بنعجن البسكوت، احنا بس مجرد بنلم العجينة. يعني بمجرد ما بنحط الدقيق ما بنشغلش المضرب خالص، معلقة خشب بسباتيولا، وبنبدأ ان احنا نلمها بالشكل ده كده لحد ما الدقيق يختفي خالص ويتكون عندي عجينة. بعد ما لميت العجينة بالدقيق حسيت ان هي طرية بزيادة وبتلزق. المفروض ان انا لما اجي امسك حتة بايدي تفضل ايدي نظيفة، يعني ما تتوسخش وتبقى تلزق بالشكل ده كده. ففي الوقت ده ممكن ان احنا نحتاج ان احنا نزود دقيق. انا حطيت معلقتين كبار مليانين. طبعا كل دقيق بيختلف عن التاني، فانتوا ممكن تحطوا الاول 3 الا ربع، ولو حسيتوا ان العجينة معاكم برضو بتلزق كده بالشكل ده حطوا معلقتين. ممكن تحتاجوا 3 معالق 4 معالق، كل الدقيق حسب النوع بتاعه. وممكن ما تحتاجوش ان انتوا تزودوا اي دقيق خالص وتكتفوا بس بالثلاث كوبايات الا ربع. انا بالنسبه لي المجمل بتاع الدقيق كله كان حوالي 3 كوبايات. لما اجي كده اخد قطعه عجين وببدا ان انا اشكلها بايدي، هتلاقوها بتتشكل عندكم عجينه وفي نفس الوقت مش بتوسخ في الايد. العجينه طريه معايا والملمس بتاعها طري جدا، بس ايديا لازم تكون نظيفه بالشكل ده كده. اخدت جزء من العجينه وحطيتها على مفرش سيليكون، وهحط على وش العجينه من فوق ورقه زبده. ممكن تحطوا كيس نايلون او ستريتش راب، اي حاجه. المهم لما تيجوا تفردوها بالنشابه لازم يكون حاجه من فوق علشان ما تلزقش العجينه في النشابه. هنبدا نفرد العجينه بسمك وسط في حدود من 2 ل 3 مللي، مش اكتر من كده، لان احنا بنعمل بسكوتين بيكونوا لازقين في بعض، فعشان ما تبقاش البسكوته سميكه قوي، لان كمان لسه بتتغطى بالشوكولاته، فعشان يكون حجمها حلو وتبقى زي بتاعت بره بالظبط. بنمشي ايدينا على العجينه من فوق، لو حسينا جزء من العجينه سميكه عن التاني بنبدا ان احنا نفرده بالنشابه بالشكل ده كده. بعد ما بنفردها بسمك مناسب بنشيل الورقه من عليها وبنبدا ان احنا نشكلها. قدامكم كذا مقاس من القطاعات. بالنسبه لي استخدمت المقاس الصغير ده لان حجمها لسه بيزيد شويه في الفرن. لو مش متوفر عندكم دي ممكن تعملوها بحرف كوبايه، اي كوبايه باي مقاس انتوا عايزين.
ممكن كمان تعملوها بحرف كوباية القهوة لو انتوا عايزينها مقاسها صغير ويعمل معاكم كمية اكتر. نلم بعد كده كل الزوايد اللي طلعت من العجين دي وبنجمعها من تاني وبنبدأ ان احنا نفردها برضه، وهكذا لحد ما نخلص كمية العجين كلها. جربت بعد كده ان ارفع العجين بشيالة الكيك دي، ما كانتش احسن حاجة، غيرت شكل الدايرة. كمان استخدمت السكرابر برضه ما عجبنيش، فاضطريت ان انا الم العجينة من تاني وافردها على كيس تلاجة. لقيتها بتتشال معايا على طول بسهولة، وكمان شكلها من تحت مستوي ومظبوط. انسب حاجة واسهل حاجة ليكوا تحطوا كيس بلاستيك تحت العجينة وانتوا بتفردوها، هتلاقوها بتتشال معاكوا على طول. ببدأ ارص قطع البسكوت بتاعتي في الصينية، والصينية تكون مش مدهونة اي حاجة خالص. العجينة فيها مادة دهنية كفاية، فمش هتخلي البسكوت يلزق معانا. خلصت اول صاج وتاني صاج، وكمان خلصت صينية صغيرة. في الوقت ده بكون مشغله الفرن قبلها ب10 دقايق على حرارة 180. الرف اللي في النص بدخل فيها الصواني بتاعتي، بتقعد حوالي من 25 ل30 دقيقة، مش اكتر من كده. بنشغل النار من تحت، واول ما البسكوتة تاخد لون بنشغل الشواية عليها، يعني لو احتاجت، لو ما احتاجتش خلاص. انا شغلت الشواية بس حاجة بسيطة عشان تاخد لون من فوق بالشكل ده كده. طالعة بجد ريحتها والقرمشة بتاعتها حلوة جدا. باخد بقى كل اتنين مع بعض كده مقاسهم مناسب، وببدأ احطهم مع بعض علشان نلزقهم بالشوكولاتة. بالنسبة للشوكولاتة اللي هنحشي بيها، استخدام شوكولاتة قابلة للدهن او بديل النوتيلا. ممكن تعملوا شوكولاتة خام، يعني تسيحوا شوكولاتة خام وتحطوها بين البسكوتين لو انتوا عايزين. بحط كده شوية من الشوكولاتة على قطعة بسكوت وبقفل التانية عليها، وبس كده هتلاقوها لزقت معاكوا على طول. خلصت الكمية كلها بنفس الطريقة، ودلوقتي هنحتاج ان احنا نغلف البسكوت بتاعنا بالشوكولاتة من بره. فاحتاجت 250 جرام من الشوكولاتة دي، حوالي نص كيلو، هاخد بس نصها. يعني اخدت مكعبين وقسمت مكعب كده بالنص. الشوكولاتة اللي انا استخدمتها كانت بالحليب، فلو انتوا عايزين الشوكولاتة تكون السكر بتاعها قليل شوية، ممكن تستخدموا شوكولاتة دارك. كمان لونها بيكون اغمق وطعمها حلو قوي برضو. هنا الشوكولاتة كانت بدرجة حرارة المطبخ فبتتقطع بسهولة. نقلت الشوكولاتة في بولة صغيرة، وهنبدأ ان احنا نسيحها على حمام بخار، كسرولة فيها مية مغلية، وبحط البولة فوق المية دي. وعندي فنجان من الزيت حوالي ربع كوباية كده، وبنبدأ ان احنا نقلب الشوكولاتة لحد ما تسيح معانا. هتلاقوها ساحت على طول لان احنا في الصيف فمش هتاخد معاك وقت خالص. طبعا ممكن تحطوا الكسرولة دي على النار وتفضلوا تقلبوا فيها، هتلاقوها ساحت معاكم بالشكل ده كده. بعدين اخدت بسكوتة وبغطسها في الشوكولاتة علشان الشوكولاتة تمسك عليها من كل ناحية، وبرفعها بشوكة علشان البسكوتة تنزل كل الزوايد اللي موجودة فيها. وعلى طول بحطها على ورقة زبدة او كيس تلاجة، اي حاجة، المهم الشوكولاتة ما تلزقش فيها. وبسيبها لحد ما الشوكولاتة تنشف بالشكل ده كده. ممكن تدخلوها التلاجة لمدة نص ساعة لحد ما الشوكولاتة تمسك معاكم. لو انتوا في الشتاء تلاقوها تمسكت معاكم على طول. اخدت شوية الباقيين من الشوكولاتة الخام اللي كنا مسيحينها وحطيتها في كيس تلاجة، وفتحت فيه فتحة صغيرة خالص، وببدأ ان انا اعمل خطوط بالشكل ده رايح جاي كده. لو مش عايزين بلاش، سيبوها سادة، بس الخطوط دي بتديها شكل حلو قوي. ممكن تعملوا خطوط بالكراميل او حتى شوكولاتة دارك، بس هي شكلها حلو قوي وبجد كده فظيعة. لازم تعملوها علشان تدوقوا الجمال ده بنفسكم. كمان الولاد هيحبوها قوي لو اخدوا منها معاهم الصبح في المدرسة، هتكون احسن من اي حاجة بيشتروها من بره. شكلها حلو جدا. كمان من جوه تعالوا كده نشوف، البسكوتة هشة ومقرمشة، كمان واخدة لون حلو قوي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وجربوا الوصفة، وبالهنا والشفا لاي حد يجربها. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد من الفيديوهات. اشوفكم في وصفة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.